البيان اللي صدر عن اللجنة. ايوه. انت رأي حضرتك او تعليقك على استعراض الموضوع كيف تم؟ بص يا استاذ ابراهيم، بداية يعني انا ما كنتش حابب ان انا اتكلم في الموضوع من الاول. اولا طبعا بخصوص مداخلتي مع برنامج زملكاوي، عشان تبقى الامور واضحة. انا كنت رافض ادخل على اي برنامج في اليوم ده. لكن انا اتحطيت في موقف ان فوجئت بيقولوا لي ان الاستاذ اسامه ابو زيد معاك. انا بفتكر تصريح صحفي، فوجئت بنفسي على الهواء. لقيت نفسك على الهواء؟ دي راح، بس لان انا رفضت. يمكن حتى الاستاذ جمال جبر كان كلمني من عندكم، وانا وكابتن مدحت شلبي من برنامجه، والاستاذ محمد شباني، كل الفضائيات طلبوا وانا رفضت. دخولي على برنامج زملكاوي نمره واحد كان يعني بالصدفه البحته، وما كنتش عارف ان انا داخل على الهواء. الاستاذ اسامه هياخد تصريح صح. دي نمره واحد. تمام. نمره اثنين، انا بقولها وفي قناه الاهلي، انا راجل زملكاوي ومنتمي لنادي الزمالك، حضرتك عضو مجلس اداره، يعني فموقفك فعلا يخفى عن حد يعني. لكن انا محطوط في وضع ان انا رئيس لجنه الانضباط باتحاد الكره. تمام. اللجنه دي خاصه بالانضباط في الملاعب المصريه، تبع المنظومه اسمها اتحاد الكره، هي المنوط بيها اداره اللعبه في مصر. تمام. هذه اللجنه هي لجنه حياديه، وطبقا للائحه يجب ان يرأسها رجل قانون. تمام. وانا بصفتي رجل قانون بقى، تمام، بطبق مبادئ العداله وبطبق اللوائح على جميع الانديه المصريه ومراكز الشباب. كل من هو تابع لمنظومه اتحاد الكره تطبق عليها لائحه لجنه الانضباط ولوائح اتحاد الكره. تمام. وكلهم بالنسبه لي سواسيه. تمام. فحينما اتعرض لموضوع بتعرض له بتجرد تام. انت يعني جواك ضمير القاضي اكبر بكتير من كلام في الرياضه. وفي النهايه انا لا يعنيني الفضائيات وتناولها المواضيع او الصحف. انا بتعرض للواقع بعينها، بتصدى ليها، وفي الاخر بصدر قرار كلجنه. برضه انا بتكلم كلجنه لان معايا كل الناس، معايا ناس محترمه وليها وضعها في المجتمع. صحيح. واللجنه دي لجنه متطوعه ما بتقبضش، مش بيت. وبالتالي احنا طب عشان الامور كلها لا تختزل في شخص رئيس اللجنه، مين بقيه اعضاء اللجنه يا استاذ؟ معايا الكابتن شوقي عبد الشافي. وده كان كابتن النادي الاهلي طبعا، وشخصيه مرموقه. وشخصيه اشهد لها بالاحترام. صحيح. الكابتن طارق غنيم طبعا كان لاعب نادي الزمالك السابق، وكان عضو مجلس اداره في نادي الزمالك، وكان رئيس نادي انبي. صحيح. والاهلاويه قبل الزمالكاويه بيشهدوا له بالنادي فاضل ومحترم الحقيقه. معانا المستشار عمرو طاحون عضو مجلس اداره نادي الزهور. ايوه. معانا الدكتور يحيى نور، ده رجل يعني معروف جدا جدا من الصعيد. هنا وليه باع طويل جدا في مجال كرة القدم. معانا العقيد محمد حسن، ده من الحراسات الخاصة في وزارة الداخلية، ورجل ليه احترامه وليه وضعه. الناس كلها محترمة. الناس كلها ناقشت الموضوع بحيادية تامة. شفت شريط المباراة يا سيادة المستشار؟ شفنا شريط المباراة، النسخة الرسمية الأصلية. تمام. البث التلفزيوني، أنا ماليش دعوة بالمواقع، ماليش دعوة بأي حاجة. احنا جبنا النسخة الأصلية، البث الرسمي بتاع التلفزيون المصري. لأن أنا طبعا المواقع، خلينا على يقين كده إن مواقع كتير للأسف بتفبرك، ومواقع كتير بتجيب حاجات على خلاف الحقيقة. أنا ما بتعرض لهاش أصلا. ما بقولش مفبركة أو مش مفبركة. أنا بتصدى للواقع من منظور فعل العلن اللي حصل. طبعا البث الرسمي للتلفزيون المصري. وبعد كده بناء عليه احنا بنبتدي نشوف الامور. تمام. في الحقيقه احنا قعدنا 3 ساعات ونص اللقطه دي بس بنناقشها من كل الوجوه. وللامانه بالاجماع احنا قلنا ان مفيش اي خروج من محمد بركات عن الاداب، واللقطه اللي عملها دي ما فيهاش اي حاجه. وخدنا قرارنا واحنا تماما مقتنعين بيه. وبرضه للامانه كابتن سمير زاهر عرف القرار بعد ما اصدرناه، زيه زي اي شخص عادي. يمكن بعض الصحفيين عرفوه قبليه. بس هو ده اللي حصل. هل اقرار براءة بركات اثر على انه مثلا تصرف حسام حسن تجاه جماهير الاهلي لا يؤخذ بشأنه قرار، ولا انتوا بصيتوا في هذا البند ازاي؟ برضه عايز اوضح الامور للناس. عشان برضه في خلط وفي توازنات للاسف
الناس في بعض الاخوة الصحفيين بيتصدوا، يعني انا تهاجمت انا عن نفسي من بعض الصحفيين. للاسف الشديد هم ما عرفوش الامور بتمشي ازاي وبناء عليه كتبوا. لا هم كتبوا خلاص. يا جماعة احنا لجنة الانضباط بتجتمع بعد لجنة المسابقات. لجنة المسابقات بتنظر ما ورد في تقرير الحكم والمراقب. كان في 2 مراقبين راقبوا المباراة، كتبوا تقاريرهم والحكم كتب تقريره. بناء على هذه التقارير بتجتمع لجنة المسابقات وتنظر في الوقائع اللي ورد بشأنها تقرير الحكم او المراقب. ما يرد في التقارير بيروح لجنة المسابقات. وقعت كابتن حسام حسن مدير فني نادي الزمالك وردت في تقرير احد مراقبي المباراة، وبالتالي نظرتها لجنة المسابقات اللي انعقدت امس وشافت انها ما فيهاش اي حاجة ولم يصدر قرار بشأن الكابتن حسام حسن فيها. وبالتالي احنا كلجنة انضباط ما تصدنا لهاش، لان خلاص باعتبار ان ده ورد امام لجنة المسابقات، ورد في تقرير المراقب وعرض على اللجنة، نظرته خلاص لجنة المسابقات. واحنا الجان بنكمل بعضنا، يعني احنا في اطار منظومة واحدة. اي لجنة تصدر قرار خلاص اصدرته، وعلى المتضرر برضو ان هو له الحق في ان هو يتظلم قدام لجنة التظلمات. بس يعني الامور واضحة وما فيهاش اي لبس. تمام. خدنا قرارنا واعلنا. تمام. المستشار سامر ابو الخير رئيس لجنة الانضباط باتحاد الكورة، شكرا جزيلا لحضرتك.